هو انت تحب فلوسك تشتغل عندك ولا انت اللي تشتغل عند فلوسك؟ لما جم زمان علمونا الادخار، بس نسيوا اهم حاجة، انهم يعلمونا الاستثمار. عارفين البيزنس بيخسر ليه؟ بنقابل ناس كتير بتتكلم ان ليه الاستثمار او ليه البيزنس ده بيخسر. هل لان البيزنس ده هو فعلا بيخسر؟ لما جينا عملنا داتا اناليسز على البيزنس ده او شفنا الويكنس بوينت او نقط الضعف اللي قابلتنا في المشروع ده، لقينا ان العقليه نفسها هي اللي بتختلف، المايند سيت نفسها هي اللي بتبقى وراء الكواليس، هي اللي بتنجح وهي اللي بتخسر. وهو ده الفرق ما بين المدخر والمستثمر. ناس كتير سألتنا وايه الفرق ما بين الادخار وما بين الاستثمار؟ ده اللي عايزين نقول لحضراتكم عليه. الادخار ده ان انت بتحوش فلوسك في مكان، المكان ده اللي بيقول لك تعالى حوش فلوسك عشان نديلك عائد ربحي او فايده معينه بنسبه بريت معين. هل المكان اللي بيقول لك اعمل عمليه الادخار ده هل هو فعلا بيدخر؟ البنوك هي اللي بتعلمك الادخار، بس البنوك دي نفسها عمرها ما ادخرت، لان البنك معناه ان هو يدخر معناه ان هو هيفلس ويقفل. البنك بياخد فلوسك اللي هو بيقول لك على الادخار فيها وبيتم استثمارها مع ناس مستثمره، رجال اعمال بتيجي تاخد فلوسك دي بتشغلها وبتديك جزء من ارباحها. فمعنى كده ان الاستثمار كسبان والادخار خسران، فدايما فكروا في الاستثمار. انا عايز بس اسالكم سؤال واحد وانتوا هتعرفوا ردي بالظبط على الموضوع ده. هو انت تحب فلوسك تشتغل عندك ولا انت اللي تشتغل عند فلوسك؟ سؤال مهم، فكر فيه كويس عشان تعرف توصل لاجابه وتعرف طريقه تفكيرك هتوصلك لحد فين. هو ده بالظبط الفرق ما بين الادخار والاستثمار.